متحدد له بتر. حضرتك متخيل انا متحدد لي بتر. عيان تاني في عياده المهندسين جالنا بعد ما قطع رجلي الاولانيه وعلى وشك التاني. مضاد الحيوي اللي انت بتاخده نسبه اللي بتوصل منه للقدم السكري ضعيفه جدا جدا جدا، لان الدوره زي ما احنا شايفين الدوره الدمويه الطرفيه بتبقى ضعفت جدا. فحضرتك حتى الحاجات اللي انت بتحطها البكتيريا والفيروسات بتبتدي تاكل وبتبتدي تعيش، مفيش اكسجين يقتلها. احنا بقى بنحجم الموضوع ده، بناخد جلسات اكسجين عن طريق الدم او عن طريق الشرج، وبنحجم القدم السكري زي ما احنا شايفين، بنحطه في باك معين بنحيث ان احنا نحط تركيزات عاليه جدا من الاكسجين النشط تقتل البكتيريا والفيروسات. نقتل البكتيريا بنوعين، يا اما حاجه اسمها بكتيريوستاتيك يا اما بكتيريسايدال، يا بتقتل البكتيريا يا بتوقف نشاطها. طب احنا بقى الاكسجين النشط بيعمل الاثنين مع بعض، لو في فيروسات بيقضي عليها. فاحنا الوضع مختلف تماما تماما. انت حضرتك بتتحسن، بتحافظ على رجلك، بتحافظ على حياتك. لان الحاج اللي انا بقول لحضرتك عليه في المهندسين، انا قلت له طب انت مقطوع رجله ماشي بعكاز، انت منتظر تقطع الثانيه؟ ايه اللي انت حضرتك بتعمله؟ انت خلي بال حضرتك